أهلا مشاهدينا الكرام، خبر جديد وعدد جديد. اليوم الخبر مهم ومفاجئ كيتعلق بالحركة الشبابية اللي معروفة برجال زيت. هذه الحركة اللي هزات الشارع لعدة أيام أعلنت اليوم رسميا على واحد القرار كيقول باللي غادي يوقفوا كاع الاحتجاجات اللي كانت مبرمجة يوم الجمعة. هذا القرار تزامنا مع واحد الحدث وطني كبير وهو افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان. هذه الخطوة اللي مزجات بين الاحتجاج والمسؤولية، ونشوفوا التفاصيل. حركة جيل زيت اللي قدرت تعبر الآلاف من الشباب في الشارع في هذه الأسابيع القليلة، وأبرز المطالب ديالها كتلخص في تحسين الأوضاع في قطاعات حيوية بحال الصحة والتعليم ومحاربة الفساد وارتفاع الأسعار. القرار اللي صدر في بلاغ ديال الحركة كان واضح في الدوافع ديالو، والخطوة كتجي احترام لمقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وتقدير لرمزية الخطاب السامي في افتتاح البرلمان. البلاغ ديال الشباب زاد وأكد على أن هذا التوقيف ما كيعنيش تراجع على المطالب ديالهم المشروعة، بالعكس الحركة بينات باللي هذا الشيء نابع من المسؤولية الوطنية ديالهم، وكتشوف باللي الحوار الهادئ والبناء هو السبيل الامثل لتحقيق العداله والكرامه في هذه البلاد. الخطوه جات في وقت اللي كان فيه تفاعل كبير مع الحركه، سواء من الراي العام ولا من الشخصيات السياسيه اللي دعات الملك للتدخل واطلاق اصلاحات عميقه. التعليق ديال الاحتجاجات كيعطي واحد الاشاره قويه باللي هاد الشباب كيحترموا المؤسسه الدستوريه. اذا جيل زيد اختارت لغه المواطنه والاحترام في هذا المنعرج. القرار كيخلي الامل كبير ان الخطاب الملكي غادي يفتح طريق لحلول عمليه للمشاكل الاجتماعيه اللي ناض عليها هذا الحراك. دابا كلشي غادي يتسنى شنو غادي يقول جلاله الملك في الخطاب ديالو، وشنو غادي تكون الاجراءات اللي غادي تتبع هذا الخطاب. غادي نتبعوا معكم هذا الحدث الوطني عن قرب. شكرا على المتابعه والى اللقاء.